والموقع تيجينا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للناس اللي مازال ما تسجلوش في التغطيه الصحيه، يعني واخا ما عندكش رميد وما وصلكش الميساج، راه تيمكن لك انك تسجل بنفس الطريقه اللي غنديرو في هذا الفيديو هذا وحتى انت تستافد. وبالنسبه لطريقه التسجيل كاين جوج ديال الطرق اللي غنشوفوهم من بعد. السلام عليكم الاخوان والاخوات، ومرحبا بكم عندي في القناه، ونتمنى انكم تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا كيفاش غنتسجلوا في التغطيه الصحيه ام التضامن اللي جات مكان رميد. وبالمناسبه التغطيه الصحيه حطاتها الدوله باش تساعد الناس اللي ما قاداش تخلص واجبات الاشتراك في التغطيه الصحيه المعروفه بلا سينيسيس. ونزيدكم ان التغطيه الصحيه ام التضامن ما خاصهاش غير بالناس ديال الرميد، بل هي خاصه بجميع المغاربه اللي عنده واللي ما عندوش. وقبل ما ندخل الاخوان في الشرح، الا كنتي من عشاق معرفه الجديد ديال التغطيه الصحيه والسجلات الوطنيه اللي وضعتها الدوله والانواع ديال الدعم اللي غتكون في المستقبل، فخاصك تفكر في الاشتراك في هذه القناه هذه. واللي بغى يدعمني الاخوان بالاشتراك في القناه فشكرا ليه، واللي ما بغاش راه من حقه وما يمكنش انك تفرض اي حاجه على اي واحد، حتى هو شكرا ليه. والاخوان وقيلا نقولوا بسم الله ونبداو في الشرح ديالنا، فعلى بركه الله. تندخل الموقع الخاص بنا الاخوان ديال التغطيه الصحيه على هذا الشكل هذا، التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالأشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك أم التضامن. والموقع تيجينا على هذا الشكل هذا. بالنسبة للناس اللي مازال ما تسجلوش في التغطية الصحية، يعني واخا ما عندكش رميد وما وصلكش الميساج، راه تيمكن لك انك تسجل بنفس الطريقة اللي غنديرو في هذا الفيديو هذا وحتى انت تستافد. وبالنسبة لطريقة التسجيل كاين جوج ديال الطرق اللي غنشوفوهم من بعد. كاين الطريقه ديال التسجيل في الانترنت، يعني على الموقع، الطلب ديالك تدفعو على الموقع وتولي تتبع الطلب ديالك يعني على الموقع حتى هو. وكاين طريقه التسجيل الثانيه انك تتحمل، يعني تتخرج واحد الفورميل اللي غنشوفو من بعد، تدعم الطلب ديالك وتدي تدفعو في الملحقه الاداريه اللي انت تابع ليها، وماشي في لاسينيسيس كما تيديروا بعض الناس. حتى لهنا مزيان. وباش نعرفوا العتبه اللي غتعتمد عليها الدوله باش الناس يستافدوا من التغطيه الصحيه هذه ام التضامن، غنمشيو لهاد البلاصه النصوص القانونيه. تلقاو في هاد الماده كما تلاحظوا تحديد العتبه الخاصه بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بالأشخاص الغير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليها في الماده الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه، وهنا رقم المرسوم. وهاد العتبه هذه تتكون منحصرة في هذا العدد 9.326. هذه هي العتبة اللي غيعتمدوا عليها بالنسبة للتغطية الصحية أم التضامن. ونزيد نوضح، يعني الناس اللي عندهم هاد النقطة هذه ولا أقل منها غيستافدوا من التغطية الصحية بالمجان. فابو الدولة تتكفل بالمصاريف الاشتراك ديالهم. والناس اللي عندهم أكثر من هاد النقطة هذه واللي هي 9.326، فراه كون على يقين انك غتخلص واجب شهري باش يمكن لك انك تستافد من التغطيه الصحيه. كما شفنا هذه هي العتبه والمعامل اللي غيعتمدوا عليه بالنسبه للاستفاده من التغطيه الصحيه ام التضامن 9.326. اما بالنسبه لطريقه التسجيل في التغطيه الصحيه راه كاين جوج ديال الطرق. طريقه التسجيل في الموقع مباشره من بعد تامبريمي الطلب ديالك وتتخرج الاستماره وتتعمرها بيديك. وقبل ما ندوزو الاخوان لعمليه التسجيل، تنبغي نوضح لبعض الناس اللي تيسولوا واش الاسره كامله خاصها تسجل في التغطيه الصحيه او كل واحد يتسجل بوحدو. مزيان، هذا سؤال زوين. الا كان رب الاسره والابناء ديالو قصيرين، يعني اقل من 18 عام، تيتسجل هو وتيتسجلوا مع الابناء ديالو القصيرين. اما بالنسبه الا كانوا الابناء فايتين 18 عام فما يمكنش انهم يتسجلوا معاه، كل واحد يتسجل راسو. ومن بعد التسجيل فتتخرج الاستماره PDF، من بعد تاخدها لمول السيبر او المكتبه وهو تيامبريميها لك وتتمشي تدفعها في الملحقه الاداريه او القياده اللي انت تابع ليها. فاش تتسجل في التغطيه الصحيه غيبان لهم انك واش عندك الامكانيه انك تستافد فابور، يعني الدوله تتخلص عليك، بمعنى انت من الناس المعوزين، انت من الناس اللي محتاجين، او انك تتخلص واجب شهري ديالك بنفسك. وهذا الشيء كله تيدور على العتبه اللي كنا قلنا من قبل
اللي هي 9.326. غتسولوني فين غيعرفوا المعلومات ديالنا واش حنا قادين نخلصوا او لا، حيت قبل ما تسجل في التغطية الصحية متضامن كاين جوج ديال المراحل لازم انك ديرهم، واللي هي اولا غتسجل في السجل الوطني للسكان، حيت التغطية الصحية هي المرحلة الأخيرة في هذه السلسلة ديال الإجراءات. أول هذا الإجراء هذا تسجيل في السجل الوطني للسكان، واللي لحد الساعة ما تسجلش في السجل الوطني للسكان يدخل عندي القناة، أنا نخلي ليه رابط الفيديو في التعليقات، يتبع الفيديو ودير جميع المراحل. وهذا الإجراء هذا خاص بجميع المقيمين داخل المغرب، من بينهم الأجانب، تا واحد ما مستثني من هذه العملية هذه. الكل خاصو يتسجل، والطريقة راها سهلة ومهلة مزيان. من بعد تاخد واحد الكود اللي غيكون خاص بك، واللي هو المعرف الرقمي والاجتماعي. من بعد هذا الاجراء هذا غتسجل في السجل الاجتماعي الموحد. ملي تتسجل في السجل الاجتماعي الموحد فتما راه تدخل جميع البيانات ديالك اللي تتعلق بك وبالاسره ديالك من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه. ايوا سيدنا، من هنا غيعرفوا واش انت قاد تخلص او لا. وبالنسبه للتسجيل تدخل الموقع ديالهم متضامن، انا نخلي لكم الرابط ديال التسجيل في التعليقات متضامن، بالاضافه للروابط الاخرى ديال الموقع ديال السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. قلنا اول ما تدخلوا للموقع الواجهه هي هذه: نظام تأمين اجباري الاساسي على المرض الخاص بالاشخاص غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك متضامن. وغنسطروا الاخوان على هاد الغير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يعني الناس المعوزين اللي في الهشاشه اللي واقفين. هنا تلقاو جوج ديال الخانات. الخانه الاولى ايداع طلب الاستفاده عبر البوابه الالكترونيه، يعني هنا غتعمر الطلب ديالك على الانترنت. اما بالنسبه للناس اللي تيخافوا يديروا شي غلط، هنا يمكن لك انك تامبريمي الاستماره PDF وتعمرها بيدك، ومن بعد تمشي تحطها في الملحقه الاداريه او القياده القريبه لك اللي انت تابع ليها. يمكنك تقديم طلب الاستفاده مباشره على البوابه دون الحاجه الى التنقل او ملء الاستماره عبر البوابه وطبعها ولإيداعها في الملحقه الاداريه والقياده التابعه لها مقر السكن ديالك. وهنا تيقولون لنا قبل ما تعمر الطلب هذا في الموقع تيلزمك اولا تسجل الاسره في السجل الاجتماعي الموحد، وتعبأ الاستماره وطلب الاستفاده، وتدير تأكيد الطلب، يعني تدير جميع الخطوات على الموقع. تتعمر الطلب، تدفع على الموقع، ومن هاد البلاصه هادي تدير تتبع الطلب ديالك. من هاد الخانه هادي خدمات تتبع الطلب، تطلع لك هاد الصفحه هادي تتبع الطلب. هنا تنديرو المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، هنا رقم الطلب، وتندخلو هذا الرمز هذا وتنشوفو وتتشوف، وهنا تتبع الطلب ديالك وتشوفو فين وصل. وهنا الطريقة الثانية انك تتخرج الاستمارة وتتعمرها بيديك، ايداع طلب الاستفادة بالملحقة الادارية او القيادة، نفس الخطوات. تسجيل الاسرة بالسجل الاجتماعي الموحد، الخطوة الاولى. الخطوة الثانية تعبئة واستمارة طلب الاستفادة وتأكيد الطلب في هذه البلاصة هذه. من بعد تتامبريمي الاستمارة طلب الاستفادة، هنا تدير المعرف المدني والاجتماعي، تاريخ الازدياد، الجنس ذكر او انثى، هنا الحالة العائلية متزوج عازب، هنا لائحة الابناء المتكفل بهم، يعني الابناء ديالك اقل من 18 سنة. هنا تاريخ الازدياد، المعرف المدني ديالهم، هنا تدير تسجيل الطلب. وحاجة اخرى، الا ما كانش عندك المعرف المدني والاجتماعي ما يمكنش لك انك دير هذا الاجراء هذا. نرجع للواجهه الرئيسيه. هنا بالنسبه الى غتعمر على الموقع ايداع طلب الاستفاده عبر البوابه الالكترونيه، هنا تيطلبوا لك التحقق من المعرف الرقمي المدني والاجتماعي. تنكتبوا المعرف الرقمي المدني والاجتماعي ديالنا، وهنا رمز التحقق الكابتشا، تنديروا بحث، تدخلوا مباشرة باش تتعمر الطلب. وإلا ما كانش عندك المعرف الرقمي بلا ما تبرزط راسك، راه ما يمكنش لك انك تسجل، وراه ضروري انك تسجل في السجل الوطني للسكان باش تسجل في التغطية الصحية. واي مواطن كما كان اجنبي مواطن مغربي راه ضروري انه يتسجل. بالنسبة للتسجيل راه مراحل سهلة شرحتها بالتفصيل في القناة، يمكن لكم ترجعوا تشوفوا هاد الفيديوهات هادو.
حيت بهذا الكود هذا غتسجل في السجل الاجتماعي الموحد وفي التغطية الصحية، وبيه غتستافد من الدعم اللي غيكون مستقبلا ان شاء الله. نبداو الشرح. بالنسبة للناس اللي كان عندهم راميد راه تيتسجلوا مباشرة في التغطية الصحية أم تضامن مباشرة بعد ما تتوصل بالميساج، تعني انك راك تسجلتي في التغطية الصحية أم تضامن. بالنسبة للناس اللي ما توصلوش بالميساج وما عندهمش التغطية الصحية، اسمحوا لي الاخوان غنعاود نفس الكلام بالنسبة للناس اللي ما فاهمينش. اولا تيخصك انك تسجل في السجل الوطني للسكان باش تحصل على المعرف ديالك الكود الخاص بك، حيت داك المعرف غتسجل به في السجل الاجتماعي الموحد الخاص بالدعم باش تدخل جميع المعلومات ديالك الاقتصادية والاجتماعية، وعاد غتسجل في التغطية الصحية، حيت ما يمكنش تجي وتسجل في التغطية الصحية ديريكت، لابد انك تسجل في السجل الاول والثاني. وهاد التغطية الصحية حطاتها الدولة كما قلنا بالنسبة للناس اللي ما قادينش يخلصوا الاشتراك، هي تتخلص عليهم. واللي ما باش يدير الطلب على يعني ما باش يعمر الطلب على الموقع، تيرجع لهاد البلاصة هادي وتيعمر المعلومات ديالو وتيدير امبريمي الطلب وتيعمرو يدويا بيديه بستيلو. وهاد الاستمارة هادي فيها نفس المعلومات اللي دوينا عليها دابا. باش تعمر المعلومات ديالك تدي الطلب تحطو في الإدارة، واللي بغى الطلب هذا يتواصل معايا على الانستغرام ديالي، انا نصيفطو ليه بي دي اف. نرجعو للواجهة الرئيسية. هنا بالنسبة اللي غتعمر على الموقع ايداع طلب الاستفادة عبر البوابة الالكترونية، هنا تيطلبوا التحقق من المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، تنكتبو في هاد البلاصة هادي هنا رمز التحقق الكابتشا، تنديرو بحث ومن تما تندخلو مباشرة باش نعمرو الطلب ديالنا. تندخلو على هاد الواجهة هادي طلب الاستفادة، هنا معلومات صاحب الطلب، المعرف الرقمي المدني والاجتماعي الخاص بصاحب الطلب، هنا تاريخ الازدياد، هنا الجنس ذكر ولا انثى، تنكلوشيو على هاد البلاصة هادي. هنا هل انت متزوج؟ نعم لا. كنتي متزوج راه تيطلعوا لك المعلومات حول الزوجة، هنا تدخل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي الخاص بها، هنا تدير تاريخ الازدياد ديالها، هنا الجنس ذكر او انثى، هنا لائحة الاولاد يعني الاطفال المتكفل بهم يعني يكونوا اقل من 18 عام، المعرف الخاص بكل واحد من الاطفال ديالك، تاريخ الازدياد، اليوم، الشهر والسنة، ذكر ولا انثى، الجنس ديالو، عندك اكثر من ولد تزيد من هذه البلاصه هذه ديال علامه الزائد. من بعد تندخلوا رمز الكابتشا، تنديروا تسجيل الطلب، تنامبريميو التوصيل، وفي الاجل يعني اجل ديال اقل من 30 يوم تيوصلنا الجواب. انا الاخوان ندخل هذه المعلومات هذه ونعاود نرجع معكم. من بعد الاخوان ما دخلنا هذه المعلومات هادو تنجيو لهاد البلاصه هذه فين تيمكن لنا اننا نديروا تتبع الطلب ديالنا. من هنا تتبع الطلب تندخلوا لهاد البلاصه هذه، تندخلوا المعرف المدني والاجتماعي الخاص بنا، وهنا الرمز. من بعد ما تنشوفوا فين وصل الطلب ديالنا. الاخوان كان هذا كل ما تيخص هذا البرنامج هذا ديال أم تضامن. نتمنى انني نكون قدرت نفيدكم، فشكرا لكم على هذه المتابعه هذه، ونتمنى لكم الدعم ديالي في الاشتراك في القناه وتساعدوني في تفعيل ديال هذه القناه هذه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله.